اليوتيوبرز حرفيا هن اكثر ناس تتعب حتى توصل للشهره اللي بدها اياها، وهذا الشيء عكس باقي الناشطين على مواقع مثل تيك توك والانستغرام وتويتر وسناب شات، لانه حرفيا اليوتيوب هي اصعب منصه للشهره. لو كنت قاعد وخطر ببالك فكره انه ليش ما افتح قناه على اليوتيوب وصير يوتيوبر، فصدقني هاي الفكره رح تتعبك كثير. بتوقع انكم عرفتوا عنوان مقطعنا اليوم، بلا ما اطول عليكم المقدمه خلونا نبدا بالمقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ اخباركم اصدقائي؟ ورجعت لكم بمقطع جديد. بس قبل بداية المقطع، هاي اللمبة ما فيها شيء، شوفوا اللمبة ذات نفسها ما أنا محروقة أو شيء، بس مدري ليش الكاميرا عم ترجف. بس كيف صايرة معكم مقدمات المقاطع؟ بتمنى أن تكون عم تعجبكم لأنه عم بتابع عليها أكثر شيء بالمقطع. حسب الواضح إنها عم تعجبكم كثير والمقطع كامل عم يعجبكم بسبب آخر حلقة واللي هي حلقة اسألني، جاوبت فيها عن أسئلتكم، واللي عنده سؤال يكتب لي اياه تحت. المهم إجى عليها أكثر بكثير من 1000 مشاهدة وفوق ال 700 لايك، وهدول الرقمين مقارنة ببعضهم بيطلعوا رقم أسطوري جدا. لما أطول عليكم بالمقدمة اكتبوا لي تعليق ويحفزني استمر، ولايك واشتراك بالقناة نوصل 1000 مشترك وبس. خلونا نبدا المقطع. باختصار جواب على أول سؤال واللي هو ليش اليوتيوب أصعب منصة للشهرة. السبب هو كالتالي: اول شيء اليوتيوب بيعتمد على خوارزميات معينه وما عنده محتوى عشوائي. ثاني شيء لازم تستغل اول 30 ثانيه من المقطع مشان تخلي المشاهد يتحمس للمقطع ويستمر معك. ثالث شيء واللي هو السبب الاهم، لازم يكون الفيديو على مستوى عالي، يعني لو كان الصوت عم يشوش والكاميرا مشوشه المتابع اكيد ما راح يكمل معك. هذول 3 اسباب موجودين بس باليوتيوب. طب شو الشيء اللي بيثبت هذا الكلام؟ على سبيل المثال التيك توك مثلا، التيك توك فيه محتوى عشوائي، اللي ما بيعرف شو هو المحتوى العشوائي هو محتوى تكون انت غير مهتم فيه في غالبيه الاحيان فقط. يعني انت بتضل بتقلب وانت ما بتكون عارف شو الفيديو الجاي اللي راح يطلع لك، يعني هذا الشيء اسمه محتوى عشوائي، يعني انت ذات نفسك ما بتختار الشيء اللي بدك اياه. ممكن يكونوا عم يضيفوا خاصيات جديده مشان يصير الشخص يختار الشيء اللي بده اياه، ولكن هاي خاصيه بتضل اضعف بكثير من خاصيه اليوتيوب واللي هي خوارزميه اليوتيوب. السبب الثاني واللي هو استغلال اول 30 ثانيه من المقطع باليوتيوب. المقدمه هي اهم جزء في الفيديو، حتى اهم جزء بكل شيء، حتى بمواضيع التعبير اللي كنا نكتبه بالحصص العربي هي المقدمه اهم شيء، لازم تعرفك شو الموضوع مشان انت تكمل بقراءته. وهذا الشيء نفسه بينطبق على اليوتيوب، لانه المشاهد لما بيفتح الفيديو بيتحمس خلال هاي 30 ثانيه او حتى اقل منها، وبعدين لا اراديا بيكمل معك المقطع. والسبب الثالث واللي هو جوده المقطع لازم تكون عاليه او متوسطه. لو انت هلا مثلا عم تسمع صوت تشويش مثل هذا، هيك كل الفيديو عم تسمع هذا الصوت، يعني انت هون شو ما حتقدر تكمل، ادريك حتوجعك، حتتعب نفسيا وعقليا، حتتعب، حتطلع من المقطع اوريدي. حتى لو كان في مثلا تشويش مثل هاي، انت اساسا رح تطلع من المقطع لانه المقطع حيكون متعب لك. ولكن صح المحتوى ممكن ان يكون عم يعطي محتوى مفيد، ولكن هاي الشيء من النقاط السلبيه اللي بتخلي المشاهد يطلع منها. هلا ننتقل للفقره الثانيه، وليش انا حكيت انه اذا جتك فكره انك تصير صانع محتوى او يوتيوبر، هاي فكره تتعبك جدا. اليوتيوب بالذات بده استمراريه، اذا الشخص ما استمر رح تطفي القناه وخلص، يعني القناه طفت او بسموها ماتت. مثل ابو فله مثلا، ابو فله كان ينزل 3 فيديوهات بالاسبوع، بعدين لما انخفض هذا الشيء بلشت تقل عدد المشتركين، ويعني كمان القناه صارت شبه مطفيه. اوكي شباب، بلا ما هلا يتنطوا لي فانزات ابو فله وبلشوا فيني مسبات انه لا ابو فله عمك ومدري شو، انا اعطيت بس مثال بابو فله لانه ابو فله كل الناس تقريبا بتعرفه، فمشان يكون المثال واضح قدام الناس، ما انه حدا يكون ما عارف هذا الشخص مين هذا عم يعطي فيه مثال، لا انا ما اعرفه الا. ولكن ما قصدي انه اغلط على اي شخص، انا بس قصدي انه اوضح لكم فكره، يعني ما قصدي لا اغلط على ابو فله ولا على المتابعين ولا على اي حدا. ولكن وقت تصوير هذا المقطع كان ابو فله لسه ما عامل الشغلات الاسطوريه اللي هلا عم يعملها، ولكن الحمد لله هلا ابو فله يعني ما شاء الله عم يرجع لمستواه. وبكرر انا ما قصدي نسب على حدا ولا اذا اي حدا فهم قصدي غلط، انا بعتذر منك وبس. كملوا مع المقطع. حتى منتجة المقاطع والتصوير اذا بدك تصورها باحترافيه وبجوده عاليه رح تتعب، ولكن اكيد كل شخص رح يكون له بدايه وله نهايه، والبدايه هي رح تكون اصعب شيء بكل شيء. ولكن اذا كان انت اخذ موضوع كموهبه، انت شيء بتحبه، حتى كبار صناع المحتوى بتحكي اذا انت كنت بتحب هذا الشيء رح تنجح فيه. مثلا رح اعطيك مثال عن البدايات الصعبه، لا تشوف مثلا هلا السيت اب والميكروفون وكل شيء، لا تعتبر من هذا الشيء هذا اجاني بعد ما انا صرت اشتريتهم قطعه حرفيا قطعه اشتريت. يعني مثلا انا لما بدات بهذا الجهاز، شوفوا هذا النوت 3 سامسونج نوت 3 تمام، شوف حتى من هون مكسور، يعني الوضع كان جدا تعب. حتى مثلا طلعوا هلا الجهاز شغال طفى، شوفوا لازم يضل، شوفوا بيرجع بيشتغل بيعمل ستارت لنفسه. حتى الميكروفون، اول ميكروفون اشتريته بحياتي هو هذا الميكروفون، تعالوا اورجيكم اياه من جوا ان شاء الله انه يكون لساته اساسا موجود، ما تكون تقطع 200 شيء. هذا هو الميكروفون، مدري اذا كان ممكن يكون شغال هلا ولا لا، ولكن هذا هو الميكروفون. كان معه كمان هذا الملقط بيتركب هيك هون وبيتعلق على الكنزه. هلا راح اورجيكم شلون مثلا بيتعلق هيك بهاي الطريقه على الكنزه. ومعلومه، انت لما بتقرر انك تبدا على اليوتيوب انت هم بتكون عم تشوف الناس الناجحين فقط، بتشوف انه اوكي الشغله السهله، مثلا هي هذا عم يسوي فيديوهات انا مصور مثله وبنجح، طبيعي اني انجح.
ولكن هذا الشيء ما بصير باليوتيوب، لانه انت عم تشوف بس الناس الناجحين. اما الناس القنوات اللي عم تسكر كل يوم واللي عم يقرر يعتزل الشخص من بعد ما يكون وصل لاول 100 مشترك وبعدين وقف العداد طبعا لانه غريب بيكون اليوتيوب علق، ولكن بقرر يعتزل. هذول الناس انت ما عم تشوفهم، انت ما عم تشوف الناس اللي ما عم تنجح، انت عم تشوف بس الناس الناجحين، فبتفكر نفسك انه ممكن تنجح. هذا الكلام انا ما بدي اقوله تحطيم لاي حدا، لو انت بتحب الشيء حرفيا رح تنجح فيه ولو حتى باضعف الامكانيات. انا بدات بامكانيات فيكم تعتبروها كانت اضعف امكانيه عندي، يعني هذا الجوال والميكروفون اللي كان معي اساسا هذا كان يعني اقوى امكانيه لي. بس الشهره ما أنا مستحيله ولكن صعبه، وانا لانه كنت كثير مثلا احكي لشخص يدعمني وكذا وهو ما يرد وما يدعم ولا يسوي اي فيديو ولا حتى في منه كانوا يعطوني رد سلبي حرفيا كان ياثر علي جدا، وبطل بعدين رجع نزل مقاطع وهيك. فقررت انه بفيديو 1000 مشترك راح يكون في 3 أشياء للمتابعين بالذات، 3 أشياء للمتابعين. اوكي، هاي الشغلات باذن الله انه اذا وصلت 1000 مشترك راح تتحقق للمتابعين. حيكون في حتى شغله منهم هي بتدعم صانعين المحتوى من المتابعين. وبس هلا بكون انتهى مقطعنا اليوم، بتمنى اكون اعطيتك التحفيز اللازم، حتى وصلت لك الافكار ضروري توصلك كصانع محتوى او حتى كشخص متابع. وحب احكي لك لو القيت نظره على قناتي وحطيت لي لايك واشتراك ما راح تخسر شيء، بالعكس راح تفيدني وتفرحني مثل ما انا كنت حابب اني افرحكم. وان شاء الله على 1000 مشترك راح توصل شغلات كثير اسطوريه للمتابعين. وبس نشوفكم المقاطع الجايه، مع السلامه.